رجعنا ليكم مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. كتير مننا بيحس إن بشرته باهتة مجهدة حتى لو بيهتم بيها كل يوم، بس أوقات بتحتاج البشرة دفعة أقوى، حاجة عند الدكتور، حاجة توصل لعمق الجلد وتريح التعب. عشان هيك بقى في حلول بسيطة وسريعة ترجع النضارة والحيوية من أول جلسة. معنا دكتورة شيماء منصور، استشاري أمراض الجلدية والتجميل والليزر، خبرة أكثر من 12 سنة في مجال الحقن التجميلي ومدرب معتمد في حقن الفيلر. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم. إحنا بنسمع يا دكتور كل شوية عن اسم جديد، اكزوزومز، سكين بوسترز، PDRN، مش عارف محفزات ايه. احنا متلخبطين جدا وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل ده، ايه عصر الطب التجديدي ده يا دكتور؟ طيب الترمز كتيرة والناس بيحصل عندها زي كونفليكت، أنا أعمل سكين بوستر، لا هعمل كولاجين ستيميوليشن، أب إيه الفرق بينهم وبين الفيلر؟ طيب هو دايما أنا يعني عندي كونسبت إني مفيش إجراء واحد أكيد هيبقى مناسب للجميع. دايما انا من مدرسه ان احنا نحط بيست تريتمنت بلان انديفيدوال لكل شخص، ده عشان نوصل لافضل النتائج. فلما بيدخل عليا حد او كلاينت او مراجع وتقول لي انا عايزه سكين بوستر او عايزه كولاج ستيميوليشن، اقول لها بنتي حددتيها بناء على هي ايه؟ بتشخص نفسها من بيبقى شات دايما كتير لا غالبا. اما السوشيال ميديا مطلعه ترند ما فكل الناس بتتكلم عليه فهي جايه بناء عليه، او ان حد من الناس اللي حواليها عملت البروسيجر دوت فهي شايفه الريزلت كانت فظيعه عليها فهي جايه تطلب البروسيجر ده. فدايما انا الاهم بوينت عندي الدسكشن اللي انا والكلاينتس دي بنعملها مع بعض كده في اول الكونسلتيشن، دي بتفرق كتير 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 في الساتسفيكيشن بتاع البيشنت، لان احيانا المريض بيبقى جاي مقرر خدمه معينه، لو الطبيب ما بيسمعش وعمل البروسيجر ده هي ممكن تطلع وتقول لك انا ما وصلتش للنتيجه اللي انا عايزاها، لان هي ممكن تكون عندها يعني ايشو معين هي اللي متضايقه بيه ومتخيله ان هي لما تعمل الاجراء ده او البروسيجر ده هيوصل او هتحل النتيجه دي. فلو الدكتور ما عملش الدسكشن وسمع اللي مضايقها، فانا لما اسمع لها الاقي ان اللي مضايقها مش هيتحل باللي هي بتطلبه، فبالتالي هي مش هتوصل للنتيجه المرضيه. فلازم نعمل الدسكشن اللطيفه اللي في بدايه الكونسلتيشن ديت واسمع ايه اللي مضايقها، بعد كده نشوف الاجراءات اللي هي طالباها ديت هتتناسب مع مشكلتها، حلو، مش هتتناسب يبقى انا هنا دايما لازم اقول للمريض لا الاجراء او البروسيجر اللي انت طالبه ده مش هينفع مع حالتك. وانا دايما I always say or I always recommend البيست تريتمنت بلان لإيفري بيشنت individual، بلاش نعمم صح. اجراء للجميع 100%. خلينا نحكي شوي عن الترندات نحكي عن السالمون دي ان اي، نحكي عن الاكزوزومز اللي هن هلا عاملين ضجه. حضرتك جايه لعنا من السعوديه وانا كاخصائيه تجميل هون بمصر بدي اسالك ايه رايك بالسالمون دي ان اي؟ هل هو يعني بيبهر الناس عن جد؟ انت كدكتوره شو رايك؟ انا دايما برضو يعني عندي اعتراض ان هي ابره سالمون دي ان هي ليها اسم علمي، هي اسمها PDRN صح، او البولينيوكليوتايد. انا كنت من بدايات الناس اللي اشتغلت بالPDRN او البولينيوكليوتايد، يعني بنتكلم في 3 years ago، بس هي واخده الصدى او ترند في الايام الاخيره عشان احد المشاهير اللي في السوشيال ميديا عملها. طيب هل هي افكتيف اور نو؟ هي افكتيف بس لازم نوجهها لمين اللي يقدر يستفيد منها. يعني ما ينفعش يبقى انا عندي كلاينتس جاي وعنده كميه ترهلات كتير صح. جدا في الجلد وعنده البنيه التحتيه في الجلد متدمره ونزول، واقول لها خدي ابره PDRN هتحل لك المشكله. لا، انا لازم اقيم الجلد، هي هتنفع كويس جدا للناس اللي عايزه تحافظ على السكين كواليتي او السكين كواليتي فيها دامج او متاثره بنسبه صغيره جدا. فانا دايما بصراحه بحبها في الاعمار الصغيره، العشرينات الثلاثينات، في بدايات الثلاثينات ما بحبش ادخل معاهم بليفل عالي جدا من الكولاجين ستيميوليشن اللي فيه الBLA واللي فيه الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت، لانه بيبقى كتير على السكين بتاعهم، والسكين الكواليتي بتاعت السكين ستيل جود، يعني مش متدمره على الاخر بالظبط، يعني الفايبروبلاست بتاعتهم بتبقى لسه اكتف، فانا لو اديت شويه PDRN الدنيا هتبقى كويسه. او ان احد اخد الكولاجين ستيميوليشن واخدت الكورس بتاعها والوضع بقى ستيبل، فانا بحافظ لها على النتائج بالPDRN. محتاجه شويه جلو شويه بالظبط، هنا الPDRN هتبقى اكسلنت وهتبقى تشويس حلو جدا. هو الكلام كتير عن التجميل وما بيخلص. تشرفنا فيكي بدكتور هيلث، وان شاء الله نشوفك
مره كمان. اهلا وسهلا بحضراتكم. لسه عندنا فقرات في دكتور هيلث، خليكم معانا.